لم ينم الليبيون ليلة العيد، فعيد هذا العام جاء مختلفا عن أعياد العقود الأربعة الماضية. حتى الصباح ظل الليبيون يغنون للعيد تارة ولشهدائهم تارة أخرى. كانوا في انتظار النهار وهم يعلمون أنه يأتي هذه المرة ليبدد ليلهم الطويل، فالحرية وحدها منحت عيد هذا العام مذاقا مختلفا. في العاصمة هكذا كان الاستعداد للعيد في ساحة الشهداء، حيث كان القذافي يخطب، بينما عاد للمحال التجارية بعض روحها على وقع مشتريات العيد. ومع أجواء الفرحة لم يفت خطيب العاصمة تذكير الليبيين بما تتطلبه المرحلة القادمة. لا للانتقام، ولكن القانون والقضاء بيننا وبين من قتل أهلنا وإخواننا في أنحاء ليبيا. العفو والصفح، العفو والصفح فيما بيننا، فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما إن انتهت الخطبة حتى عاد الاحتفال من جديد. في بنغازي لم يكن الوضع مختلفا. فهؤلاء شهداؤنا الذين ضحوا وسقطوا وعراقوا دماءهم على هذه الأرض 35,000 من الشهداء يا أحباب، وأكثر من 50,000 من المفقودين يا أحباب، وأكثر من 30 من الجرحى 30,000 من الجرحى يا أحباب. أرأيتم ماذا فعل هذا القذافي الشرس، هذا القذافي الأشر؟ إذن هو العيد والحرية ومستقبل جديد يأمل الليبيون أن يكون مختلفا تماما عن الماضي القاتم. كل عام وانتم بخير إن شاء الله يا رب.